عندهم هنا عشان تتجوز نوبيه بتجيب كيلو ذهب وهي بتجيب الشقه. فايه تفتكروا ايه الاحسن، تجيب كيلو ذهب ولا تجيب الشقه؟ جبت كيلو ذهب؟ انا صراحه جبته بس تاني يوم سرقته. نوبيه؟ طبعا. اسمك ايه؟ اسماء. السمكه اللي مامتها داعيه عليها بتقول لها ايه؟ يا رب تروحي النار دي اللي بتتشوي. دي اللي تتشوي. الله بصوا عامل ازاي. ايه الشخص اللي يصطاد تمساح كبير ان هو شخص قوي. ايوه يا ريس. الله دي يا جماعه نبتت الفول الحراتي. في الشتاء هنا عند النوبيين في ملوخيه اسمها اورنج كول، دي اصلا زرعه الايه البسله. في الشتاء هنا ما بيعملوش الملوخيه بتاعتنا العاديه، بياخدوا ورق البسله ويعملوا بيه الملوخيه. طعمها مختلف جدا عن الملوخيه اللي احنا بناكلها يعني. بيزرعوا هنا قرنبيط، كرنب، بتنجان. اول مره اشوف الزرعه نفسها. تشربوا الجبنه ولا ايه؟ لا الجبنه تقيله خالص. زهره الغسيل بيعملوا بيها ايه يعني؟ هلا ازيك؟ انا احمد ضياء، مصري بيلف العالم، وزي ما شفتوا وصلنا اسوان وعملنا فيديوهات حلوه، والنهارده قررت استكشف النوبه ولكن بعيون نوبيين. اي روضه تريري، والنهارده هنفرجكم عن النوبه في قريه غرب اسوان وقريه غرب سهيل. لو ما شفتش اول فيديو، روضه اتعرفت عليها هناك وقررت هي تفرجني بنفسها. فدلوقتي الجو طبعا حر جدا، ولكن احنا الساعه 9 الصبح فلسه ما حررتش قوي، فهنلحق ساعه هنا في غرب اسوان. بعد العصر كده نروح نستكشف غرب سهيل. اول البلد هنا بتكون مليانه جست هاوس وفنادق، وجوه البلد بيزرعوا اكتر، في زراعه كتير، بيزرعوا بقى كل المحاصيل، على عكس مثلا قريه غرب سهيل. قريه غرب سهيل كلها بيوت نوبيه، بازارات هنتفرج عليها برضو. ده منظر البيت النوبي القديم اللي معمول من الطين، هو ده شكله. فضلوس الناي يعني اتفضل عندنا. دي زي ويلكم بالانجليزي، فضلوس الناي، اتفضل باللغه النوبيه، اتفضل عندنا. عامله ايه؟ كويسة الحمد لله. نوبيه؟ طبعا. اسمك ايه؟ اسماء. اسماء. فضلوس الناي. يعني ايه فضلوس الناي؟ يعني تعالوا عندي. شاطره والله. عندك كام سنه؟ عندي 12 سنة. كبيره ما شاء الله. ما شاء الله. ايوه. فول وطعميه مختلف عن بتاع القاهره طيب ولا؟ طبعا الطعم مختلف. روضه واخداني نشوف البيت النوبي من قريب، ده شكله حلو جدا، ده وسط ارض زراعيه النيل بتيجي لحد هنا ساعات لما بيطلع لغايه هنا. في الصيف. وفي الشتاء بينزل، الميه بتنزل. مم. يعني ممكن في الصيف عشان هتلاقي كده. كل ده متغطي بالميه. شايفين الخضار والميه زرقاء. المنظر هو على الارض الزراعيه على طول، ووراك النيل، فمشهد مبدع بصراحه. اغلبيه الناس هنا بيتكلموا نوبي. بس الصغيرين حاليا بيتاثروا بقى وبيتكلموا الاغلب عربي يعني. ما بقاش فيه نوبي كتير بالنسبه للصغيرين بدأوا ينسوا اللغه يعني. بدأوا ينسوا عشان ما بيمارسوهاش مع حد. بتقول لي ان الناس هنا يعني لما بيجوا من بره هم مش متعودين على الحر، يعني انا كل شويه البس طاقيه عشان الشمس. بس هم بالنسبه لهم ده الجو كده حلو جدا، مناسب لينا انه في خالص. الصيف ما بينزلوش اصلا. مريم وانتي؟ نهى؟ منى. عندك كام سنه يا منى؟ 7؟ لا 10. وانتي؟ مش عارفه عندك كام سنه؟ ازيك يا حاج، عامل ايه؟ اخبارك؟ انت بكده اخت من الفرس، من هنا من غرب اسوان، من الفرس. الفرح؟ هذه كفره. انا مصري. مصري. عايش في مصر؟ عايش في مصر. بدون بليزي. ليه؟ فيها حاجات درسيرك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. فيري جود. حبيبي. انت قعد كام يوم هنا؟ براحتي. فيري جود. صح كده، يا اسوان لازم تبقى مفتوح. مفتوح ومش مع مجموعه، لازم تكون لوحدك وتلف مع الناس اهل البلد. هو اسمك ايه بقى يا حاج؟ الحاج محمد ابراهيم. ايوه احمد. احمد. اهلا مريم. اسماء. رايحه فين يا اسماء؟ ماشي، خلي بالك من نفسك حبيبي. شكرا. في البدايه السياحه بيتقنوا اللغه الانجليزيه. اهالي البلد هنا بيتكلموا انجليزي برضو عشان بيعرفوا يتعاملوا مع السياح. اسماء بتدور على جودي. احمد أيوه. ضياء. ايوه يا جودي طلعت اخيرا. من القاهره، من مصر. تشوفي الحلقه بتاعك على التيك توك وعلى الفيسبوك. ماشي. احمد ضياء. كراي جريت حبيبي. كراي فضلوس الناي. شايفين بيته عامل ازاي؟ ده حلو جدا.
ده بيت ولا جاست هاوس؟ لا بيت. ده بيت عادي؟ آه. السلام عليكم. ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ ايه البيت الجميل ده يا عم؟ والله انتوا اللي جمله والله. انا بس تعالى يا عم. فضلوس الناي. مين علمك الفضل؟ اسمك ايه بقى؟ بلال. بلال. اتفضل اتفضل. عاش الاسامي. جولة في البيت، جولة في بيت نوبي. الاوضه دي بيتم برضه في زبائن يقول لك انا عايز اسكن في وسط النوبيين في بيت ايه اسره يعني. احنا طلعنا لقينا السياحه دي قدامنا يعني دايما نحب نضيف السياحه فبيتكم بيبقى عاملينه دايما جاهز انه يستقبل اي حد، أيوة. حتى لو انتم مش بالظبط. guest house يعني. بالظبط. سامعين محمود اللغة النوبية. ايه محمود نبورو تلفزيون. شرفنا بيك يا بنورك بنورك. السلام عليكم. يا عم انت معاك جرايمنا يا عم. بس فعادي جدا احنا واحنا بنتمشى كده دخلنا بيت حد اتفرجنا. احمد هتلففنا بالتوك توك. يلا انطلقنا بالتوك توك عشان نستكشف البلد غرب اسوان، جوه. البلد من جوه. دلوقتي هنبدا نشوف اراضي زراعيه اكتر، الدنيا هتبقى ماشي نوبيين بقى. اكتر، اه بعيد عن السياحه اللي في الاول شويه. ده النجع الثاني اسمه نجع الجعلبيه. نجع الجعلبيه. احنا كنا في الجبه وحاليا في نجع الجعلبيه. تمام. هنا عندهم في غرب اسوان المنطقه اسمها نجع، فكل ما تعدي حته يقول لك ده نجع كذا، ده نجع كذا. عندهم برضو البيوت الوان مختلفه كتير قوي. هنا القريه كبيره 22 نجع، لسه مفيش مسافه لجوه. دي اكبر قريه نوبيه غرب اسوان، فيها 22 نجع. والله في اراضي زراعيه. انا بحب الاماكن اللي مش سياحيه صراحه. قلت انزل الارض الزراعيه شويه. بصوا هوريكم حاجه، ارض زراعيه ووراها بيوت نوبيه، وفي ورا ده جبل ايه؟ انا اسمي مصطفى، انت اسمك ايه؟ احمد. منين؟ من القاهره عادي. ودي برضه أحسن من مصر ناس. برضه؟ لا اي نهلف طيب اي كشكلان اشرح ما سترت. يا اهلا بيك. دي ارضك؟ دي الارض اللي هناك. الراجل اللي هناك الراجل اللي هناك ده البقره دي ما شاء الله ضخمه جدا. جايبين لك الاذاعه والتلفزيون. الله يا الله. حاج نجيب. حاج نجيب. عشت اسامي يا حاج نجيب، ربنا يديك طول العمر. هنا شيء دماء هنا هناك. سيون ده كشكل يرقد درغام نص سترت. درغام نفس الشيء. محمود زباده درغام. ايوه يا ريس. كويس انت؟ انت كويس؟ الحمد بتحش لله. ايه طيب؟ برسم برسيم. عشان البهيمه بتاعتك. ازرعوا فول. ده فول اخضر؟ اه ادي الفول اللي بناكله كل يوم. بصوا النبته بتاعته عامله ازاي. دي يا جماعه نبته الفول الحراتي، هو ده شكلها، وهي دي اللي بتطلع منها بعد ما بتكبر. الميه بتاعت النيل هنا نظيفه، فالحاجه بتطلع حلوه. ايه شكرا على الضيافه. إن فيادر تقول له إن فيادر يعني سلام. إن فيادر سلام. إن فيادر. إن فيادر. ارمي انا ابوه. الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ انت اهم حاجه تكون كويس. اهم حاجه انت اللي تكون كويس وبصحه. مين دي؟ دي حفيدتي. ربنا يخليها لك اهلا بيك. حبيبي. تبع ايه يعني؟ لا عندي صفحتي عادي. صفحتك انا العادية. شخصيه. لا تشد حيلك. اهلا بيك في غرب اسوان. حبيبي والله. اي خدمات عايزه حاجه يعني اهو اي معلومات. النوبه كلها معايا. اهلا بيك نورتونا. حبيبي نور. نازله توريني ازاي بيعملوا البصل، بيزرعوا البصل. صورت جزء بالله نمينا اورنجنال. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه مصري. مصري اتفضل. مصر. دي كده معمولة كلها، فدي انت بتعمل كده تمام كده ماشي. وتحط البصل كده امم وتحط البصلة دي كده وتغطي كده. مصريين يا مصر. شوف، ودي بتكون لازم تخليها لورا عشان لما المية تيجي يعني انت لما تخليها كده الجذور في الارض عشان لما المية تيجي عشان المية ايه ما توقعهاش من مكانها، تكون كده جوه. بعدين بيكبر كده بيحطوا بقى كل ده بصل. في ده اهو الفاصوليا. فاصوليا. اول مره اشوف برضو نبات الفاصوليا. الملوخيه اللي في الصيف، الملوخيه اللي كلنا بناكلها. في الشتاء هنا عند النوبيين في ملوخيه اسمها اورنج جاكود. دي هي دي بس دي اصلا زرعه الايه البسله. فبياخدوا منيها الورق ده اللي فوق، الحته اللي فوق دي بيقطعوها وبينضفوا كده الحته دي كده شايف. دي
وبتتخرط زي الملوخيه العاديه وبتتعمل زي الملوخيه، بس طعمها مختلف عن الملوخيه العاديه. من ورق البسله بيعملوا منها حاجه اسمها بالنوبي اورنج جاكوت. في الشتاء هنا ما بيعملوش الملوخيه بتاعتنا العاديه، بياخدوا ورق البسله ويعملوا بيه الملوخيه. هي طعمها مختلف جدا عن الملوخيه اللي احنا بناكلها يعني. فدول ستات النوبيين قاعدين شغالين على الارض بتاعتهم، ارض كبيره برضو فيها انواع مختلفه كتير، فيها بسله، فيها فول، فيها بصل. هنكمل رحلتنا. قاعد ياكل. ده السماد. هوديك فيو ماشي. تحفه خالص من عند بيتي، هتشوف مني الغرب كلها. انت هنا ساكنه هنا؟ الله على الهدوء. بصوا الارض عامله ازاي لونها. البصل بعد ما كبر. هنا البصل هنا اهو ده كبر شويه. خلاص ثبت في الجذور مش زي اللي هناك. ايه رايك هنا في الفيو؟ واو. اوريك محاصيل ما تسحب الارض ده. يا محمد ايه الارض الحلوه دي حبيبي؟ ده كرنب. وريني كرنب. كرنب وكرنبيط. محمد لسه هيعمل هنا المكان عشان يستضيف الناس فيه، يعني المنطقه الفاضيه دي كده لسه هيجهزوا عشان يستضيف الناس فيه. هنا البتنجان. ده البتنجان يا جماعه، عمري ما شفت زرعه البتنجان. هي دي. بصوا اصلا المنظر عامل ازاي. قرنبيط وكرنب، شايفين الزرعه عامله ازاي. بس فاحنا جينا هنا، دي المنطقه اللي عايشه فيها روضه. بيزرعوا هنا قرنبيط، كرنب، بتنجان. اول مره اشوف الزرعه نفسها. وقمح. وقمح هنا. فاجواء هاديه جدا، ووراك نهر النيل. بصوا المنظر اصلا عامل ازاي. ارض نيل، ارض زراعيه. وهنا الجراش. بص في واحد بيوت نوبيه وجبال صفراء. نفس المكان. شعور حلو الصراحه التمشيه وسط الارض الزراعيه دي، هدوء نفسي. انت بتنزلي هنا كتير بقى تقعدي تمشي؟ بننزل على طول هنا احنا والبنات مثلا. انت واصحابك؟ نعمل شاي على الفحم. الله. هنا كده. تشربوا الجبنه ولا ايه؟ لا الجبنه تقيله خالص يعني. تقيله؟ تقيله خالص اكتر من القهوه تقيله. بنعمل شاي بنشوي. في مره هنا شوينا تحت. لسه كان الشتاء، في بدايه الشتاء، فالميه كانت نازله لحد البحر. فشوينا هناك فراخ كفته. كانوا عاملين يوم كده يعني مشويات. حلو. بيجوا هنا يشووا فراخ وكفته ويشربوا شاي. قعده رايقه جدا الصراحه. رايحين البيت عند روضه دلوقتي وهنشرب مشروب اسمه ابريه. نروح نشوف الابريه. كل يوم بيتمشى من اول البلد لحد اخر البلد. بيقول لك في سائح مصري بيقعد يلف القريه كلها من اولها لاخرها كل يوم، بس هو مزاجه كده. من ساعه ما انا جيت لك الصبح لقيته هو جاي. هو حاليا راجع. مصري؟ اجنبي. عامل ايه؟ الحمد لله. بصور فيديو عن المكان هنا، ما لقيتش ناس قوي فلقيتك بتتمشى، فقلت اعرف ايه بيحصل ايه. لا الدنيا جميله هنا. الراجل جاي بس بيلف في القريه عشان مبسوط. اصل مفيش ناس كتير بتيجي هنا يعني. لا مفيش ناس كتير. فبتيجي رايح دماغك. بالظبط. بنزل اجري كل يوم الصبح. رائع جامد. الله شكل المباني هنا. بصوا الالوان متدرجه فوق بعض ازاي. جدك؟ جدها عايش هنا. دي ستي. سته. ايه الاخبار؟ السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ بنورك. ده الاوض، وده بتكون الحوش عشان الشمس تنزل فيها. وهنا برضو هنا متقسمه نص نص برضو. نص كده نص فيها شمس ونص لا. قاعد على الموبايل بتاعه عمال يتفرج. تيك توك. ايه ده خايف. خلاص بس يلا احنا ماشيين. احنا يلا. ماشيين يا عمر. جدي بيتنا بيت لسه جد بتخش تلاقي مساحه فاضيه، يعني مساحات فاضيه كتير عشان الشمس، والناس قاعده جوه ومعمول من الطين برضه. وفي ممكن تقدر تطلع في الدور اللي فوق. تحفه خالص. اخر دور. يلا تحفه. بصوا المنظر من هنا. عندك بودي تاكل سوشي. هنطلع فوق في الدور اللي فوق. ماشي صفا وريها. احنا حاليا في بيت روضه، بتطلعني الدور اللي فوق عشان نشوف المنظر عامل ازاي. بصوا المنظر. البيوت النوبيه بالوانها، الاراضي الزراعيه والنيل. ووراك هنا الجبل على طول الاصفر. اهو. هنا باين. كوبري اسوان بيبان من هنا برضه.
بص الحوش عندهم، انتوا عندكم الحوش بيبقى كبير قوي. بس ايه مثلا في الافراح وكده الناس بتكون كتيره فبتكون البيوت كبيره. هنشرب دلوقتي ايه هنشرب دلوقتي الابريه ده اكتر بنشربه في رمضان، في المشروب الرسمي في رمضان مع العصير، بس كل يوم الابريه ده مع نوع عصير نفطر بيه لازم. فنجرب الابريه ونقول راينا. تعالوا نطلع نقعد بره بقى. ماشي. دي اخت روضه، اسمك ايه؟ اسمي هدى. هدى. فرصه سعيده هدى. هدى عايز تصور معايا يا جماعه. قولي لي اشرحي لي بقى ده ايه؟ ماشي. اتفضلي انت امسك الكوبايه دي وانا همسك الكوبايه دي. ده عباره عن دقيق الذره. دي الذره بيتخمر وبيتعجن تمام، وبيتفرد على عيش الدوكه، وبيكون طبقه بس بيعملوا لها طبقه رفيعه خالص. وبيتسوى وبيتنشف بس، وبعد كده بنعمله في عصير مثلا ليمون او معاه موز او تفاح على حسب بقى. ابريه ده مشروب نوبي، بس يعني مشروب نوبي اهو. نجرب. ايه ده حلو جدا. انا دماغي مش عارفه اتجمع بس هو طعمه حلو. هو تحس فعلا طعم القمح مع الليمون. الموز بيطلعوه معاه في قطع موز جوه. عايزين بقى في القاهره محل اسمه ايه؟ ابريه. ممكن نفتح عايز افتح محل ابريه. بالنسبه لهم ده جو عادي جدا. انا بالنسبه لي بسيح. طيب خدنا فاصل سريع وهنرجع نكمل تاني على العصر عشان الشمس جامده. هنروح بقى غرب سهيل. حاليا نزلت في مكان اسمه مغربي جنب المكان اللي انا كنت قاعد فيه، ولكن الفيو من هنا خرافي. انت بتبقى قاعد على النيل مباشره، تحتيك ارض زراعيه وباصص على النيل. ده منظر الحوش عندهم، قعدات عربي كلها والوان جميله جدا. الليله هنا الغرفه ب $30، فانت الغرف بتبقى هنا بص على النيل على طول. تقدر تخرج بقى من هنا. الله، ايه المنظر الجامد ده. وتنزل السلم وتطلع على تتمشى على النيل على طول. في غرب أسوان بالنسبة لي ده كده هيبقى المكان المفضل. ايه الجمال ده. المكان موجود على طول على أرض زراعية. ده منظر نهر النيل لو مش مبني عليه حاجة. أرض زراعية في قمة الجمال. شايفين احنا في أسوان المية لونها أزرق ازاي، وقدام لو بصيت معايا هتلاقي طيور وحيوانات بقر. دي بتكون الغرفة. أحلى حاجة إن هي مطلة مباشرة على النيل. تنزل من هنا تطلع تتمشى وتقعد هناك. انتوا عارفين إن الكركديه مشهور في أسوان، بس عمرك شفت النبات بتاعه عامل إزاي؟ هنا بقى كلها كركديه. ريحنا شوية ونازلين على العصر عشان الجو يبقى أحسن. هنكمل استكشاف النوبة، رايحين لمكان اسمه غرب سهيل. فهناخد معدية من هنا ونعدي الناحية التانية. كمية النباتات اللي موجودة هنا. ده القطن، أنا أول مرة أشوفه برضو، زهرة القطن. دلوقتي قاعدين في المعدية مستنيينها تيجي عشان نعدي الناحية التانية وننطلق. الغروب هيبدأ والمنظر هيبقى رائع. وصلت المعدية. خش احنا غرب سهيل. الرجاله بيقعدوا في ناحيه والستات بتقعد في ناحيه. هنا الرجاله وروضه قاعده الناحيه دي. وصلنا الناحيه الثانيه. هنعدي دلوقتي ناخد حاجه لغرب سهيل بقى. والجو دلوقتي بدأ يبقى حلو جدا. فجاهزة؟ هنركب دلوقتي ميكروباص، ننزل ناخد توك توك نخش بيه جوه البلد على طول. دي الطريقة اللي أهل البلد بيستخدموها يعني. روضة. وصلنا يا جماعة. دلوقتي هننزل عند الكوبري، وبعد كده ناخد توك توك ونخش بقى غرب سهيل. أول حاجة هنعملها هي جزيرة الصياد. اسمه جزيرة الصياد. ده راجل بيصطاد السمك قدامك ويطلعه ويعمله لك على طول في ساعتها. 2 يبقى 10 11 ب 11 الواحد. طيب
طيب نزلنا من الميكروباص وبنتمشى عشان ننزل تحت وناخد توك 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 يدخلنا في غرب سهيل، في غرب سهيل. هنروح ليه؟ جزيرة الصياد. يا جماعه روضه سياحه وفنادق صح؟ درستي سياحة جامعة وفنادق؟ الأقصر. جامعة لسه الأقصر. بدرس آه. جامعة الأقصر. انت لسه بتدرسي؟ اه بجد والله. وفي سنة تالتة لو حد بعد كده عايز يعمل جولات في الاقصر واسوان، في اسوان بالذات بالذات. تواصلوا مع روضه. انت عندك كام سنه؟ عندي 23 سنة. صغيره خالص بس شاطره والله ما شاء الله. ولسه عايزه تتعلم انجليزي. واللغة التانية بتاعتي إيطالي أصلا. خلاص هسيب لكم الكونتاكت بتاعها في زي الوصف. الغرب، شفنا في الغرب كله كانت زراعة. كان كله زرع، شفت هنا- ان نباتات كل حاجه. هنا بقى الاختلاف في ايه؟ ان في بيوت نوبية اكتر، في بازارات. اهلا يا شيماء، ايه الاخبار؟ اتفضلي اتفضلي. شيماء وروضه الاثنين بيفرجوني يا جماعه على غرب سهيل. ايوه عايز بجد الوان الأول. ورانا. يا نهار ابيض. ممكن ننزل هنا ونتمشى لحد المرسى. مرسى مش بعيدة لحد. ماشي. كركديه ولا حاجه هنا صح؟ بص البيوت هنا الحمد لله، البيوت عليها رسومات حلوه الصراحه. ده كبير ده؟ البيت شكله حلو قوي. كلها جوه كده. ودي البهارات ها؟ لا دي مش بهارات. امال دي ايه؟ لا دي بهارات خشنه ودي بهارات ناعمه. بس بهارات برضه. مش كلها. مش كلها. دي حنه. دي حنه. ودي زاد الغسيل. زهرة الغسيل بيعملوا بيها ايه يعني؟ ارمي ابوه. طبعا سلم على انا الناس في بقى. القاهره وطبعا يعني سعيد جدا ان انا جيت يعني. يا الله 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 حبيبي حبيبي منور والله. فرصة سعيدة بنورك والله. الله يخليك حبيبي. اسمك ايه بقى؟ زيزو. زيزو. بتبيع ايه يا زيزو هنا؟ زي ما انت شايف. عنده لوح، عنده تماثيل، ماسكات. المحل الثاني ده كله ملابس بقى. تبعك برضو؟ ده انت مسيطر يعني هنا. حبيبي حبيبي ابراهيم. ملابس هنا. حبيبي تسلم. وهنا في جمال كتير قوي بتعدي بالسياح. هي سياحيه فعلا اكتر من احنا كنا في حته نوبيين فقط. حبيبي ابراهيم. محتاجين نصور بالموبايل. حبيبي ارمينا ابوه. يا اهلا اهلا اهلا. ارمينا ابوه. والله لذيذه الناس هنا. الراجل عارفني فقال لي عايز اتصور معاك. والله ده شرف لينا والله العظيم يعني ده والله. حاجه حلوه خالص والله انك يعني بصراحه بنسعد بيكم احنا حبيبي يعني والله على راسي. وبلدنا على راسي. بتحلو بالناس الحلوه اللي زيكم. انت اللي جميل والله. والله العظيم شرف لينا كبير والله. سلام سلام واحلى سلام لكل ناس مصر كمان. سلام سلام واحلى سلام لاحلى برج الكمان. الله والله العظيم الله الله يا شرفنا. بابا. عندك هنا سجاجيد وبهارات كتير. هي بتقول لي ده السوق النوبي صح؟ ده السوق النوبي كل حاجه هاند ميد فعلا. بيعملوا حاجات كتير هنا هاند ميد بايديهم، وكل اللي شغالين مننا من اهل المكان يعني. انا ايه او بنت النوبه من قريه غرب سهيل وغرب سوان برضه. منورنا في غرب سهيل. احنا هنا في السوق النوبي. ايوه. كل الحاجات هنا بهاند ميد من ايد اهل القريه نفسهم. كلها هنا مهتمين قوي بالالوان او بنحب الالوان احنا كنوبيين. وكل لون بيرمز لحاجه معينه. الازرق للنيل لان النوبيين مرتبطين قوي بالنيل. الاخضر للزرع بقى والشجر. دي في الالوان اللي هم بيستخدموها في البيوت بالظبط في كل حاجه. الاصفر بقى للشمس لان هتلاقي بيوتنا جزء كبير قوي مفتوح منك للشمس. طب والاحمر؟ الاحمر بقى للغروب. الشمس والغروب. الجبال الجمل والتماسيح عندنا حاجه اساسيه. الله ليه بقى حاجه اساسيه؟ التمساح عندنا بيرمز للقوه. اوكي. الشخص اللي يصطاد تمساح كبير ان هو شخص قوي.
ده زي كينيا كده اللي هو كان بيصطادوا اسود بالظبط. عشان ولو كده بيحنطوا برضه ويعلقوا على الباب، اللي هو شفت انا اصطادت تمساح كبير قد ايه انا قوي، فبيحنطوه يتعلق عليه. يعني اكبر حاجه كائن حي مسيطر على النيل انا مسيطر عليه. اوكي. وعلى فكره احنا ما بناكلش برضه لحم التماسيح، مجرد بس بتجيبوهم؟ مجرد بس ان احنا اصلا متعلقين قوي بنحب التمساح، فهتلاقي التمساح عايش معانا في البيت زي القطط والكلاب. احنا متعلقين بالنيل، فاي حاجه تخص النيل فاحنا متعلقين بيها. كل دي سياح يا جماعه. هي بتقول لك ان كل لون بيرمز لحاجه، فجزء من ثقافتهم الالوان دي، فهتلاقي كل حاجه هنا الوانها قويه. ازرق نيل، اصفر شمس، اخضر زرع، واحمر غروب. نعدي من جنب جزء. الله الله. الجايدز بتوعي النهارده كلهم من اسوان، من نوبه، آية، شيماء، وروضه. بتناديني تاني ليه؟ انت عايزه مني ايه؟ ما خلاص حبيت غيري، ما خلاص حبيت غيري. روحي للي حبتي، روحي للي حبتي، خلتيني بعيش في افكاري. وروحي للي حبتي، وروحي للي حبتي. لا من الأقصر. من الأقصر. مركز اسنا قرية الدير العاصمة. هي يا جماعه بتعمل محتوى عن العادات والتقاليد النوبيه، فبتقول لي من اشهر الحاجات هنا ان الفرح مهم قوي، بيبتدوا من قبليها ب7 ايام، ورقم 7 ده مميز جدا صح؟ بالظبط. ويوم 7/7 ده يوم النوبة العالمي. فرقم 7 كل حاجة مميزة، يعني كل حاجة احتفال عندنا بياخد 7 أيام. طب وال7 ايام بتقعدوا تعملوا فيهم ايه؟ فطار غدا عشاء. طب انا سمعت ان عندكم حاجة ان لازم يروح يدعو كل واحد من بيته. ما ينفعش ان هو يرن عليه في التليفون ويعزمه على الفرح، انت كده ما عملتلوش قيمة. لازم تخبط على الباب وتلف على القرى النوبية حبيبي، وتلف القرى النوبية وتعزم الناس اللي تعرفهم كلهم واحد واحد. واحد واحد. بصوا الرسومات هنا. بس حاسسها اكتر مدياني احساس مصيف. البلد غرب اسوان البلد، وهنا المصيف. يعني دلوقتي هناخد مركب، الدنيا ليلت، انا عارف انتوا مش شايفين قوي بس الصورة هتطلع حلوة. الى جزيرة الصياد. في مطاعم هنا بره حلوة جدا. دلوقتي واخدين بقى المركب دي هتودينا عند جزيرة الصياد عشان نشوف. هو طبعا طبخ الاكل لا لسه هيطبخوا قدامنا. هيطبخ الاكل قدامنا ونجرب. هو في العادة بيصطاد لو في نور يعني لو احنا الصبح بيصطاد ويطلع لك ويطبخ في ساعتها، بس احنا عشان ليلت فهيطبخ لنا على طول. انا عارف ان انتم متعودين على اجواء الصبح، بس بالليل حلوه برضه. ده مطعم جزيرة الصياد يا جماعه، القعده شكلها لذيذ قوي، ومعانا الصياد نفسه هنا حبيبي هتعمل لنا ايه النهارده؟ هعمل لكم فراخ. تمام حلو كده تعال اتفضل في مطبخ جزيرة الصياد. يلا بينا. طبعا احنا بنشتغل بالسمك بتاع النيل الفريش بتاع نهر النيل بتاعنا اللي هو البلطي. دي شهور البلطي بتاعتنا. تلاقي طعمه جميل جدا لان لسه السمكه مش صايمه، خلاص هتبتدي تصوم الشهور الجايه. طريقه الطهي على التراث النوبي، بنقدم مقلي ومشوي ورز و3 انواع سلطات، وما بنجيبش اي سمكه وبنشويها. ما بنجيبش اي سمكه وبنشويها. السمكه اللي مامتها داعيه عليها بتقول لها ايه؟ يا رب تروحي النار. دي اللي بتتشوي. دي اللي بتتشوي. طبعا احنا كل اوردر لازم نغير الزيت. بنستخدم الزيت مره واحده. فزي ما قلت لكم هنا مش بيجي يديك الاكل جاهز، هو بيطبخ لك في ساعتها. لا الاكل لازم يبقى كل فريش. حاجه. تمام. ما بتعملوش تماسيح؟ تماسيح؟ لا احنا بنربي تماسيح. بتربوها ما بتاكلوهاش؟ ايه؟ ما بتاكلوهاش؟ لا انا عندي تمساحين ربيتهم جنب الباب. دي علامه مميزه كانت لاهل النوبه زمان ان الصياد اللي يصطاد تمساح ده يبان بالشجاعه. بالذات بقى اما يكون صيده بقى ومعلقه على الباب، ده رمز الشجاعه بقى كلها. ده السمك اللي هيتطبخ. ده سمك البلطي بتاعنا. بص بقى
نعرف السمكه طازه ازاي؟ بص ازاي؟ بص عامله ازاي، شايف محمره ازاي؟ كده تعرف ان هي طازه. تعرف ان هي طازه، شايف اهي. دي النظافه بتاعتها. تلاقيها السمك ايه؟ جامده. بص دي تلاقيها سمكه طازه واحمر من جوه. وانت على فكره احنا قاعدين عشان خاطرك، احنا اصلا المفروض مخلصين والله مخصوص. احنا بنشتغل 4 ساعات بس في اليوم، من الساعه 2 للساعه 6. على راسي وانت والله يا نورتنا. حبيبي، حبيبي نورك والله. ولازم تخوض التجربه كلها في النوبه. باذن الله. النوبه النهارده مش مصر بس ولا محمد بس ولا فندق بس، احنا كلنا كده متكاملين مع بعضنا، بنكمل بعضنا. صح. لسه شويه. وكل طريقه الطهي على الحطب زي ما انت شايف كده، سواء الرز سواء دي طريقه الطهي عندنا على التراث النوبي بقى. يعني احنا مش حاجه مخترعينها، لا احنا زمان كنا طريقه الطهي بتاعتنا كده على الحطب. بس انا مش حاسسك نوبي. ليه؟ يمكن عشان اسم مصري. اسمك مصري؟ ايه رايك؟ والله قاعدين مستنيين السمكه، وبص جعانين ازاي. بود جاهز التصوير. ريحته حلوه. انا بدات اجوع من الريحه. السمكه لسه ما تفكرش تتحلل. ولذلك احنا ما عندناش اصلا ثلاجات في الجزيره، كل السمك بنشتغل فريش. احنا رافعين الشبكه هناك، لو تحب تروح تشوفها فاضيه. بصوا شايفين يا جماعه منظر القمر هنا عامل ازاي؟ طب انت تعرف يعني ايه قمر بالنوبي؟ يعني ايه؟ يعني اوناتي كا يعني بيت القمر. اوكي. كا يعني بيت. واحنا هنا هناكل فين؟ تحت اوناتيكا. تحت القمر. تحت القمر بالظبط. بصوا اصلا ما فيش حد غيرنا، لان الراجل فضل فاتح بس عشان اكله نوبيه اصيله في اخر جزيرة اليوم. الصياد. في جزيرة الصياد على النيل على طول. على النيل. قولي لي على اللبس بتاعك. اوتفيت تشيك. ده الجرجار، ده الزي الرسمي هنا في النوبة. الجرجار عبارة بيبقى عن طل شفاف، بيبقى تحته ألوان أو عباية ألوان علشان يداري بقى كل الأجزاء في المرأة. حتى الكمام هتبقى طويلة من كتر غيرة الرجل النوبي على المرأة. حتى الطول برضه بيبقى طويل زي كده بالظبط عشان ما يبينش أي جزء خالص. طب وده لبس برضه نوبي؟ ده عادي ده لبس جدا. مصري. مصري. هنا السمك المشوي. الله بصوا عامل ازاي. نحط الليمون كله لسه طالع. شايفين اللحمه عامله ازاي؟ فظيع. تحفه فعلا. ده صوص مشطشط لعاشقين الشطه. عندنا هنا ايه ما كانتش بتحب اصلا السمك وحبيته بسبب المكان ده، عشان ما فيهوش زفاره خالص. هو بيعرف يطبخه حلو بصراحه. وادي مقلي. يلا بينا. ايه رايك؟ حلو قوي. عندهم هنا عشان تتجوز نوبيه بتجيب كيلو ذهب وهي بتجيب الشقه. فايه تفتكروا ايه الاحسن، تجيب كيلو ذهب ولا تجيب الشقه؟ عندنا شقه، بس احنا عندنا شقه كمان. شقه. مش شقه بس، تلك الحالات فيها شقه. في الاثنين. في الحالتين. في الحالتين فيهم شقه. عشان تجيب ذهب ما مش هينفع تجيب كيلو ذهب، انت عايز تروح تشتغل مع الدهابه في جبل العلاقي عشان تعرف تجيب. تروح مكان القدماء المصريين كانوا شغالين بقى في المحاجر بتاعتهم عشان تجيب الكيلو ذهب. طب انت متجوز؟ مين انا؟ انا عامل نفسي بتجوز، انا كل يوم بقول للعيال ايه سلموا له على ماما. انا في الجزيره ما بطلعش. جبت كيلو ذهب طيب ولا ايه اللي جابت لك؟ ايه؟ جبت كيلو ذهب؟ انا صراحه جبته بس تاني يوم سرقته. الراجل ده يا جماعه بيشرب من ميه النيل على طول، ما بيشربش من ازايز ولا من اي حاجه. بشرب من ميه النيل عشان ما اطلعش من النيل، والميه الوحيده اللي فيها الحياه هي ميه النيل. يا جماعه عزمتنا على فرحها شهر 4. احنا اللي هنيجي نعزم الناس. انا اللي هاجي عندهم هنا عاده من العادات انك لازم تروح تعزم الناس من بيوتها، مش بتقول له بس كده، لازم تروح. لا لازم. فانا هاجي لعم مصري هنا، هاجي له اعزمه من جزيره الصياد ونحضر الفرح بتاعي. بالك بقى انت قاعد في احسن منطقه في العالم، سيبك ان هي اخذت احسن قريه على مستوى العالم السنه اللي فاتت من الامم المتحده، انت قاعد في احسن مكان في العالم. ليه بقى؟ بتجمع بين الصحراء الغربيه ونهر النيل والخضره. ما حصلتش في حته في العالم ان نهر يعدي من جنب صحراء.
بالذات بقى ان الصخور الجرانيتيه نفسها بتطلع الطاقه السلبيه من الجسم، تمشي حافي مش بشربات. انا ما بقولش المعلومه دي لاي حد. ليه بقى؟ انت لو قلت كميه الناس اللي بيقولوا لك المعلومه دي هيمشوا حافيين، انا هبقى كسلان وهم نشاطين، هياخدوا الطاقه الايجابيه ويسيبوا لي السلبيه في الجزيره. المكان اللي فيه صخور تحس براحه. الصياد هو انت اهلك كانوا صيادين؟ لا بجد والله؟ والله مش متوارثه يعني؟ لا 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 لا. امال ايه اللي دخلك فيها ايه؟ سبحان الله، جت لوحدها كده. تزوغ من المدرسه وابقى انزل في البحر لحد ما بص طلعت في نهر النيل كده، رحت بره ما نفعتش، جيت هنا تاني. زي ما بتقول لك الاغنيه ما غسلتش من نيلها. جربت تغني لها. دي حاجه في النوبيه يعني العاده دي ولا؟ دي طبعا ده التراث النوبي بتاعنا، ده الابريه ده بقى، ده الابريه ده اللي احنا ايه كنا بنتوضى بيه ايام السيد. انت ما حضرتش الايام دي. كان ماما تروح بقى للسيد كده تصب له الميه. طيب يا جماعه خلصنا الوجبه الجميله من عند جزيره الصياد. الراجل لذيذ قوي بصراحه وعزمنا، ما رضاش يخلينا ندفع. وايه رايكم في الاكل؟ عجبكم؟ ها 10 على 10 بصراحه والله بجد. لا جميل جدا يعني، انصح اي حد يجي يتواصل مع روضه وآية ويجي جزيره الصياد يعني. نشوفكم في شهر 4 ان شاء الله في الفرح. في الفرح هنيجي نعزم الراجل من جزيره الصياد ونقابله كل حاجه. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. استنوا الفيديو ده، استنوا الفيديوهات اللي جايه. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وده الدعم بقى. تعليقات كتير. النفيادر يعني. سلام.